ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده سمك المكاريل المشوي ده في الفرن بتتبيله كده بقى. بصوا واو تقولوا على واو من هنا لبكره. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا معايا هنا ايه 3 سمكات كده مكاريل او الروسي، قول عليه زي ما انت عايزه. ده الاصل يا جماعه، لانه زي ما انتوا عارفين ان في منه في السوق كمان مش اصلي خلاص. الاصل ده بتبقى السمك لونها رصاصي وفيها ايه تعريجات اللي هي رصاصي الغامقه دي. تمام. إيه عشان يا جماعه في منه مصري في السوق كده بيبقى ايه لونه رصاصي بس الصراحه زفر شويه في الاكل، فاحنا مش بنحب نجيبه. دلوقتي بقى انا هعمل له خلطه حلوه كده. انا جايبه شويه شبت وكزبره وفلفل اخضر وكمان جزر، وكمان طبعا انا فرمه توم، طبعا بتفرمي على حسب الكميه اللي بتاعتك. وحاطه كمان بقى البهارات بتاعتنا، حاطه ملح وكمون وكزبره ناشفه وشطه وكاري. خلاص. الخلطه دي يا جماعه فعلا جباره، بتدي تطعيمه للسمكه وقلب السمكه من جوه وهميه. وبحط هنا طبعا شوية خل، وكمان بحط هنا ايه ليمون، طبعا الليمون اساسي في السمك. طبعا بقى زي ما انتم شايفين في بداية الفيديو السمك انا غسلاه ونقعاه في ليمون، كنت نقعاه كويس جدا جدا. شايفين كان جوه من جواه كده بفتة بيضة طبعا بقى انا بقى ايه بعصر له ليمون كتير، طبعا السمك بيحب الليمون جدا جدا. إيه هنتبله بقى دلوقتي وهنشويه في الفرن. خلاص ماما بقى ايه هتخش تشويه كده إيه في الفرن، بس هنعمل له بقى ايه حركة حلوة كده عشان الخلطة الخطيرة الجبارة اللي احنا عملناها له ودي متطلعش منه في الفرن. تمام. انا بجيب كده بقى الصاج اللي انا هشوي فيه واحط عليه شوية زيت. تمام. وطبعا ايه لازم احط ايه افرد كده الزيت كده كويس جدا في الصاج. تمام. مية مية كده بصوا يا حبايبي، كنت انا هقول لكم ايه. السمك الروسي ده طبعا غني جدا فيه اللي هو اوميجا 3 عاليه جدا. ماما دايما تقول لنا كده، وماما دايما كانت تحبه قوي وتحب دايما تجيبه لنا عشان مفيد جدا. زي ما انتم شايفين كده انا بحشيه خلطه. بصوا يا حبايبي، انا كنت عامله معاكم قبل كده برضو سمك المكاريلا قبل كده في القناه، هسيب لكم الرابط بتاعه في اول كومنت مثبت ان شاء الله، وفي صندوق الوصف كمان. كنا عاملينه صينيه في الفرن تحتيه بطاطس كده خطيره. لا احنا ما كناش عاملينه في الفرن، احنا كنا عاملينه على البوتاجاز ومدين له وش في الفرن، كان وهم للي بيحب ياكله صينيه. فانا جددت لكم بقى، فقلنا المره دي ايه نشويه عشان ايه, ما نكررش ايه الطريقه نفس الطريقه كل مره، يعني عشان ايه, اللي حابه تشويه تعرف تشويه. خلاص. شايفين هنا بقى ايه انا كنت هنا بجيب خيط. انا كنت جايبه خيط ابيض، لازم تكون طبعا خيط ابيض ونضيف. وبلف بقى يا حبيبي ايه حوالين السمكيه كده، بربط الاول من عند الديل وبعد كده ايه الفه داير ما يدور كده من عند السمكيه زي ما انتوا شايفين. ايه بقى الفايده بتاعت الخيط دي؟ بتقفلي على الخلطه بقى بتاعت السمك كويس جدا جدا عشان خاطر ايه ما تطلعش ابدا. شايفين السمكه محكومه كويس جدا بالخيط ما شاء الله. طبعا هي إيه انت ما تيجي تلفي عليه كده هتلاقي الموضوع سهل معاكي ومش وسريع، مش صعب خالص. زي ما انتم شايفين هنا، شايفين السمكه خيطناها، عملنا لها عمليه جراحيه شكلها جميل قوي بالخيط. طبعا انا هعمل دي برضو واحده كمان معاكم. زي ما انتم شايفين هنا كده بملي البطن السمكه دي كلها خلطه، ويبقى ايه بقى وبلفها بالخيط. طبعا لو انتوا بقى مش حابين تلفوها بالخيط عادي ممكن تفتحوها، هبقى اعملها ان شاء الله باذن الله معاكم مره تانية. ممكن تفتحوها وتحشوها الخلطه وتدخلوها الفرن برضو، هعملها ان شاء الله باذن الله المرات الجايه هعملها معاكم عشان يبقى كده عملنا جميع كل انواع السمك في القناه خلاص. وهنعمل بقى معاه ايه شويه كده بقى ايه رز صياديه بني، انما ايه قمر تحفه جدا. شايفين هنا بقى بوريك هنا واحده واحده بلف كده بقى الخيط هنا كده واحده واحده كده حوالين السمكه طبعا الخيط كان ديلي السمكه بيمسك الخيط مني كل شويه ايه اظبطه كده مفيش مشكله عادي خالص. المهم ايه طول ما انت بتلفي تتكي على الخيط كده ايه عشان ايه يمسك على السمكه كويس جدا لحد ما تخلصيها لف زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى الخلطة بقى دي عليها بقى شوية بهارات يا جماعة وهمية، وحطوا كاري عليها زي ما انا قلت لكم. انا حاطه كاري بيخلي طعم يا جماعة تتبيلة السمك، انا مش بستغنى عنه في اي تتبيلة سمك سواء كان مقلي مشوي في اي حاجة، روعة 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 بجد تحفة جدا. شايفين انا كده ايه خلصتها هنا خلاص. طبعا انا التالتة دي بقى انا هعملها مع نفسي عشان ايه ما توشكوش. انا هنا كنت خلاص خلصت بقى ايه كله وربطته
يلا عشان تدخل الفرن. هنا بقى ايه ده، خلاص كنا هنا في الفرن. كانت ماما بقى ايه كل شويه كانت بتقلبه، طبعا زي ما بوريكم هنا الفرن يكون متوسط من تحت ومن فوق. طبعا السمك ما بيغيبش اساسا في السوا على طول يعني. هنا بقى يلا نعمل بقى شويه رز صياديه كده قمر. انا عامله طبعا معاكم قبل كده في المرات اللي فاتت السمك الصياديه بفلفل الوان. برضو اللي عايزينه هتلاقوه مع السمك المقلي، كنا عاملينه مع بعض قبل كده كان روعه. بس ده بقى ايه انا هعمله ببصل بس. بس يا حبايبي طبعا بتحطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها وتحمري البصل لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو اللون البني. انا مش بحرقها يا جماعه، خلاص لازم تاخد اللون البني عشان ما تحرقيش، عشان ما تمررش معاكي. وبحط هنا ايه فوق الميه دي، انا حطيت الاول كده كوبايه ميه، حطيت عليها فلفل اسمر وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه. وهخلي الميه الحلوه دي بقى ايه تغلي بالتوابل بالبصله دي على النار. يعني كام ثانيه كده بس عشان خاطر اخلي الميه لونها بني. ده السر فعلا بتاع الرز اللي يعني بياخد درجه اللون البني. اما البصله تغلي في الميه بالتوابل دي بقى اللي بتخليها لونها بني وخطير كده. خلاص. هنا بقى كانت الميه غلت، طبعا انا نزلت بالرز بقى طبعا وبقلبه. وطبعا بقى ايه هزود له دلوقتي معيار الميه بتاعه. طبعا الرز المصري زي ما انتوا عارفين كوبايه الرز المصري عليها كوبايه ميه، غير الرز البسمتي يا جماعه. تمام. طبعا هنا بقى طبعا مش هننسى بقى الملح بتاعه، وهنظبط له الملح بتاعه دلوقتي. طبعا بقى الملح ده على حسب ذوقك انتي، طبعا بحب كل حاجه تكون ايه معتدله يعني. تمام. جربوا بقى الاكله دي يا جماعه، سمك المكاريل مشوي مفيد جدا جدا. المكاريل عموما معروف مفيد جدا وتحفه قوي. هنا بقى كان ايه ماما هنا شويته خلاص وطلعتهولي. طبعا بقى هو لازم هو سخن كده على طول ننزل عليه بقى ايه بالليمون. لو انتوا واخدين بالكم هتلاقوا فيه بخار طالع بسيط، وكان لسه ايه ماما مطلعها حالا من الفرن. فقمت انا بقى ايه معصره عليه الليمون كده كويس جدا عشان خاطر ايه يشرب من الليمون وهو سخن. مهم جدا تعصروا عليه الليمون وهو سخن عشان يشرب من طعم الليمون. شايفين الجمال؟ تسلم ايدك يا ماما، شويها تحفه جدا. هنا بقى كانت الرز خلاص اتشرب، طبعا انا هديت بقى عليه وبقلبه بقى ايه كويس جدا كده علشان يكمل بيت بقى ايه تسويه بتاعته على نار هاديه خالص. تمام. اما يتشرب يا جماعه رز بنهدي عليه، ما ينفعش ايه نعلي عليه تاني. وكده بقى يا حبايبي كده كنت انا ايه خلاص غرفت بقى السمك القمر بتاعنا بالتتبيله الخطيره. وعملت طبعا بقى طبق سلطه كده محترم وجرجير المصري بتاعنا الاصيل، وحطينا الرز في الطبق. كانت اكله شهيه جدا جدا جدا. متنسوناش بقى يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه، متنسوناش في الكومنت الجميل بتاعكم اللي بيشجعني ده كتير. مع السلامه.